أهلا وسهلا بحضراتكم. هل ابنك لسه مش بيعرف يفرق بين الحروف؟ بيبدلهم وبيتهته وهو بيقرا أو بطيء في القراية، أو بيقرا ومش فاهم اللي بيقراه؟ تسأل نفسك هو كده متأخر ولا عنده مشكلة؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيأثر على التحصيل الدراسي لأولادنا وثقتهم في نفسهم. موضوع مش بس أكاديمي، ده بيأثر كمان على نفسية الطفل ومستقبله. النهارده هنعرف مع بعض إيه هي صعوبات تعلم القراية أو ما يسمى بالديسلكسيا، تظهر إمتى وإيه أعراضها، وإزاي نقدر نشخصها، وإزاي نتعامل معاها، وإيه النصايح اللي ممكن نقدمها لأولياء الأمور عشان يتعاملوا مع أولادهم بالطريقة الصح. تعالوا نشوف مع بعض إجابات الأسئلة دي سوا في لقائنا النهارده. خليكم معانا. أولاً، إيه هي صعوبات تعلم القراية أو ما يسمى بالديسلكسيا؟ الديسلكسيا هي صعوبة تعلم خاصة بتأثر على قدرة الطفل في التعرف على الحروف والكلمات ودمج الأصوات مع الرموز، وده بيخلي عملية القراية صعبة وبطيئة مع إمكانية وجود مشاكل في فهم النصوص. الموضوع ببساطة إن الدماغ بتواجه صعوبة في الربط بين الحروف وأصواتها، وده بيأثر على قدرة الطفل على التهجئة، فهم الكلمات، والقراءة بطلاقة، واستيعاب المعاني المكتوبة. يعني هو مش رافض يتعلم، هو مش قادر يقرأ زي باقي الأطفال. ثانيا، إمتى بتظهر أعراض صعوبات القراية؟ بتبدأ تظهر الأعراض دي عادة من سن 4 إلى 6 سنوات، لما بيبدأ الطفل يتعلم الحروف والكلمات. لكن الأعراض بتظهر بوضوح مع بداية التعليم الأساسي اللي هي الصفوف الثلاثة الابتدائية الأولى، لما الطفل بيبدأ يتعلم مهارات القراءة الأولية. طب إيه هي أنواع وأعراض صعوبات تعلم القراية حسب المرحلة العمرية؟ من سن 4 ل 6 سنوات هنواجه صعوبة في التعرف على الحروف وأسمائها، بيقلب الحرف زي الب بدل الت أو السين بدل الشين، مش قادر يربط بين الصوت والحرف، وده اللي بيسمي الخلل في الصوتيات أو الفونيمات، عشان لما تيجي تسمع الكلمة دي ما تستغربهاش. وصعوبة في ربط الكلمات بأصواتها. ومن سن 7 ل 12 سنة هيبقى عندنا بطء شديد في القراية مع أخطاء كتير، وصعوبة في قراءة الكلمات الجديدة أو المعقدة أو المركبة، بيحذف أو يضيف حروف أثناء القراية، صعوبة في فهم النصوص المقروءة، وضعف في الإملاء بسبب التشابه في الأصوات بتاع الكلمات المقروءة. ومن سن 13 سنة فأكثر هيبدأ يظهر عندنا التهرب من القراءة أو الأنشطة اللي بتحتاج قراءة بوجه عام، والقراءة بطيئة جدا مع وجود تلعثم وضعف في فهم النصوص المعقدة، وصعوبة في التعبير الكتابي بسبب مشاكل القراية في الأساس. طب إزاي بنشخص صعوبات تعلم القراءة؟ لازم يتم التشخيص عن طريق فريق متعدد التخصصات، وبيضم أخصائي نفسي تربوي وأخصائي لغة وأخصائي صعوبات تعلم وطبيب نفسي أطفال. وبنستخدم اختبارات معينة زي اختبارات مستوى الذكاء علشان نتأكد ان المشكلة مش في القدرات العقلية، اختبارات القراءة والفهم المعيارية، وتقييم المهارات الصوتية والبصرية. وبنعمل ملاحظات سلوكية منتظمة للطفل في الصف الدراسي بتاعه، يعني في الفصل في المدرسة. وبنطبق كمان اختبارات للتحصيل الأكاديمي. وبنأكد هنا ان التشخيص المبكر هو المفتاح، لان كل ما تأخرنا كل ما الطفل بيعاني أكتر وأكتر على المستويين الدراسي والنفسي. طب ايه اثر صعوبات تعلم القراءة على الطالب؟ اكاديميا هنلاحظ تأخر في كل المواد المعتمدة على الفهم القرائي، ورسوب او تراجع مستمر في الدرجات، وصعوبة في استيعاب التعليمات المكتوبة. نفسيا وسلوكيا هنلاقي فقدان الثقة بالنفس والاحباط والانعزال، وظهور سلوك عدواني او انسحابي، وكره المدرسة او الهروب منها. وعلى الصعيد الاجتماعي هتبدأ تظهر المقارنات المستمرة بزمايله، التنمر والاستهزاء والشعور بالنقص، أو تمثل مقولة أنا غبي، أنا ما بعرفش، أنا مش هعمل. طب إيه التدخلات العلاجية اللي ممكن نتناولها؟ ووفق برضو المراحل العمرية. للأطفال من سن 4 ل 6 سنين هنبدأ نتدرب على الأصوات والحروف باستخدام ألعاب صوتية وحسية، استخدام قصص مصورة، وأنشطة تحفيزية للقراية، تشجيع الطفل على النطق الصحيح وربط الصوت بالحرف. للأطفال من سن 7 ل 12 سنة استخدم البرامج التعليمية اللي بتعتمد على التكرار والصوتيات، استخدم تمارين لتقوية الذاكرة البصرية والسمعية، استخدم برامج تعليمية تفاعلية بوجه عام. وما تنساش انك تقدم دايما الدعم النفسي لتقليل القلق وخفض الضغط النفسي. اما للأطفال من سن 13 سنة فأكثر فهنتبع استراتيجيات التعويض زي استخدام الكتب المسموعة
ممارسة برامج تدريبية لتحسين الفهم وسرعة الأداء القرائي، تقديم دعم نفسي واجتماعي للتعامل مع الإحباط لأن دول في سن مراهقة. إيه هي الرسائل الإرشادية اللي ممكن نوجهها لأولياء الأمور؟ أول حاجة، خليك صبور واحتفل بأي تقدم صغير يحققه ابنك. شجعه دايما بطرق إيجابية ومبتكرة. ما تقارنش ابنك بأي طفل تاني، كل طفل ليه طريقته في التعليم. ابعد عن العقاب والسخرية وشجعه على كل تقدم ولو بسيط. وافتكر دايما إن التشخيص البدري بيؤدي لفرص نجاح أكبر. اقرأ معاه بصوت عالي يوميا وخلي النشاطات القرائية دي عادة يومية عشان ما تبقاش مكمن صعوبة عنده. تعاون مع المدرسة والمعلمين في وضع خطة دعم واضحة، انت عنصر مهم جدا فيها علشان انت واحد من العناصر المهمة في التغيير. احضر تدريبات او ورش عمل لو قدرت عشان تعرف ازاي تساعد ابنك بشكل فعال. لو محتاج مساعدة اطلب مساعدة من اخصائيين متخصصين في صعوبات التعلم. وخلينا دايما عندنا يقين ان كل طفل مهما كانت حالته او ظروفه عنده فرصة ومحتاج بس حد يشوفه صح. لو انت اول مرة تعرف عن صعوبات تعلم القراءة او اللي احنا بنقول عليها ديسلكسيا وبتظهر امتى وايه اعراضها وازاي تتعامل معاها، شارك الفيديو ده فورا وساهم ان اخصائيين واولياء امور كتير يستفيدوا. ولو حاسس ان في طفل في حياتك ممكن يكون عانى من صعوبات تعلم القراءة، تواصل معانا سواء من خلال صفحاتنا او ارقامنا. احنا نقدر نساعدك ونقدم لك خدمة متخصصة وندلك على الصح اينما يكون. اكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم اسئلة او تجارب وهنعمل لكم فيديوهات متخصصة للرد عليها. وختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجة مجهودكم نجاح مع اولادكم. سعيد جدا اني كنت معاكم واشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.